السلام عليكم أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عندنا نرجعوا للموضوع ديال الكاف والنهائي ديال كأس إفريقيا. بخصوص الكاف، المخزن واعر، براغماتية. المغرب كيدير أول عملية تطهير في تاريخ الكرة الإفريقية، ما كاينش بحالها في تاريخ ديال الكرة الإفريقية. هاد التطهير اللي دار واللي باغي يدير وما باغيش يسكت ولا يصمت ولا يدوزها كما دوزها لهم من قبل في الدوريات الأخرى اللي كانت كلها رشوة وتلاعب وتآمر، وداو الكؤوس غير بالقوالب والتزوير. المخزن لديه من الملفات ما بقاتش غير قضية. دابا المشكل هاد القضية ماشي فضيحة كروية، بل قنبلة وفضيحة نووية، لأنها ما غاديش تبقى معلقة بالمحاكم الرياضية. الناس، لا المصريين ولا الكراغلة اللي كيطبلوا وينبحوا بحال الكلاب، قالك محاكم رياضية والطاس والخزعبلات ديالهم. والمصيبة المغرب متحفظ وباقي ما كشفش على الوثائق اللي كاينة في النتفليكس اللي تقدر تفتح المسألة ليس في المحاكم الرياضية بل في المحاكم الجنائية، ونقدر نشوفوا اعتقالات الحثالة المرتشين والفاسدين واعتقالات والمتابعات الدولية. علاش؟ حيت الاف بي اي حضرت ودخلت تما عارفة شنو وقع. ما جاوش الاف بي اي هكاك في جولة سياحية، رجاو حيت عارفين شنو كيوقع. واش عقلتو على الاف بي اي ملي جات ودارت راسها كتقلب في العشب ديال الملعب، وهي جات على حاجات أخرى؟ كانوا تما يراقبون المكالمات السرية وتتبع المكالمات وتتبع حركات الأموال المشبوهة والرشاوي والتقوليب والتقارير من طرف الاف بي اي. ثم هناك أفلام وثائقية ديال نتفليكس باقي ما خرجت، تيقولوا لك لا راه كاينه وخرجات، ما كاينه والو، راه باقا الدولة حطاه كورقة الجوكر. الدولة المغربية حطاه هذيك كورقة الجوكر، هي الاخرى عادي كنجبدوها اذا ما نفع معاهم والو، مازال ما خرجت. شوفوا غير في الطليان، هادو اللي تيقولوا لك الاوروبيين كيتكلموا في الطليان بحال هكا في افريقيا. شوف الاوروبيين تيتكلموا في الطليان بحال هكا في افريقيا. كانت بحال داخل ايطاليا كانت الشركه ديال القمار هي اللي كتلعب بالنتائج، كانوا كيقولوا بيزنس. كانت واحد المافيا كبيره هي اللي كتقوم بالترويع وعندها علاقه برؤوس اموال ضخمه، كانت كتعمل ابتزاز وتخويف الحكام، وكانت كتدخل عند اللعابه حتى المنازل ديالهم تمشي عندهم وكتدفع الرشاوي. هذه كانت مسألة ديال التبزنيز، وعندها علاقة برؤوس ضخمة، رؤوس أموال ضخمة كيتلعبوا بالكرة. وشكون غادي ينقذ الطليان؟ شكون اللي غادي ينقذ الطليان من هذا السمعة السيئة؟ واحد القاضي اللي اسمها سيدي جوفاني فاكوري. هاد جوفاني ديال افريقيا هو القجع، ما غاديش يتعاتق معاهم، هو اللي غادي يغير المفهوم، هو الذي الان يقود حملة التطهير داخل الاتحاد الافريقي. عارفين ان الاتحاد الافريقي كيتغال بشكل قوي ورهيب
جدا على دكار عاصمة الأدغال والضفادع، عاصمة البلطجة الكروية، باش تندموا على ذهابهم إلى الطاس. الكاف كتضغط وكتقول لهم أعطيو الناس حقهم وأعطيوهم الميداليات ورجعوا الجوائز. قالوا لهم راه المغرب عنده أدلة ما تنفعش معها الذهاب إلى الطاس، راه كاينة مكالمات، راه كاينة هناك تحركات ورشاوي اللي هي مضبوطة عند الاف بي اي وفي الملف اللي شدوا القجع. هكا هو الشرح الحقيقي ماذا يقع في هذا الملف. كان معكم يونس بكور من هولندا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.